سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. دائما مع وصفات مطبخ عبد الرحمن، سهله وسريعه والاقتصاديه والاهم بنينه. اليوم جبت لكم نوع من انواع الفطائر سهل بزاف. مقاديره موجوده في كل بيت، قليله. طيبته في المقله وطيبته في الفرن، يعني كما حبيتو ديروه على الطاجين، حبيتوه في الفرن كما يحبوه اطفالكم. بالنسبه للحشوه تقدروا تغيروا فيها كما حبيتوا، الجود بالموجود واش عندكم في البيت احشيو به. اما العجينه او الخبيزات البنات والله ما شاء الله خفاف ومقرمشين وطريين. بسم الله، نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. في البدايه يا البنات انا حكمت مقله صغيره كما راكم تشوفوا، قطعت لها 4 حبات طماطم كبار يكونوا طيبين، درت لها بصل اخضر بالاوراق كما شفتوا، درت لها 2 وريقات رند، ودرت لها حوالي 10 حبات زيتون اخضر البنات. بعد ما شللته مليح تقدروا تغلوه كما تقدروا ديروه مباشره اذا ما كانش مالح بزاف. ملعقتين كبار زيت ونغطي عليهم ونخليه على نار هادئه. في مقله واحده اخرى عندي بصله كبيره مفرومه، وعندي بصل اخضر قطعته رقيق فرمته وحطيته على الطنجره او على المقله. ضفت لها حوالي 4 إلى 5 ملاعق كبار زيت عادي، ونصف صدر دجاج كما راكم تشوفوا، قطعه صغيره فقط. انتم اذا عندكم الاشي يكون احسن، يعني يكون مفروم احسن. انا كان جامد وما عنديش الوقت، لحته مباشره كي يطيب راح نفتته. عندي فلفل اخضر فرمته ايضا مع الثوم، حوالي 2 حبات فلفل اخضر. اذا كان عندكم فلفل ملون تقدروا تضيفوه. بالنسبه للصلصه البنات ضفت حوالي نصف حبه فلفل فقط تعطيني ذوق. نغطي عليها ونخليها طيب تكمل طيابها. بالنسبه للبطاطا يا البنات حكمت 6 حبات كبار، نتوما ديروا واش يكفيكم. نقيتهم غسلتهم قطعتهم كما راكم تشوفوا على شكل فريت فقط. نرجع للمقله تاعي، حطيت لها 2 حبات جريوات مرابيين بلا راب، و2 جريوات ربيتهم وضفتهم. بالنسبه للزيبيس ضفت هذا التابل تاع الفرماج كما راكم تشوفوا، حاجه جديده وبنينه بزاف والله، زادها بنه على بنه. وتشكيله من التوابل. بالنسبه لتشكيله التوابل فيها كركم، كرويه، كمون، زنجبيل، كزبره مطحونه، يعني التابل اللي تفضلوه واللي يحبوها اطفالكم تقدروا تضيفوه. بالنسبه للخضروات هكذا نقدروا نحشيوها لهم، وملحتها بالملح، نخدم منا ومنا. في الصلصه ضفت الفلفل الاحمر وملعقه من الطماطم المصبره وتشكيله من التوابل الاخرى، يعني كركم، كرويه، كزبر وزنجبيل وكمون. ضفت لها حوالي كاس ماء ونخلطها، والماء لازم يكون سخون، ونغطي عليها ونخليها حتى نطيب. كي طيب راح نميكسيها يا البنات. نرجع للمقله تاعي تاع الخضره كما راكم تشوفوا، نخلطها مليح. هنا اللون جاني صامت شويه، ضفت لها حوالي ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر، خلطتها وغطيت عليها ونخليها حتى نطيب. بالنسبه للخبز او العجينه نروحوا مع بعض نخدموها في بول او في ريسيبيون او اي حاجه راح نخدم فيه الخبز تاعي. عندي 2 كيسان ماء دافي، ملعقه سكر، ملعقه كبيره خميره، ونخلطهم فقط بالملعقه، ونضيف نصف كاس زيت عادي اذا حبيتي زيت الزيتون لا كذلك. عندي بيضه كامله نحي لها الصفار والبياض اللوحو، الصفار راح نحتاجوه فيما بعد. لاحظوا معايا نخلط كلش بالفوي، وندير الفرينه حوالي ملعقتين كبار او 3. نخلط مليح، نحاول ندخل الفرينه في الخليط ونبدا نسم في الخليط تاعي. البنات بالنسبه للزرارع ديروا واش تفضلوا او النسمه يعني اللي تحبوها في الفطائر تاعكم. كيما انا درت الزعتر محرته ما بين يديا ثم ضفته حوالي ملعقه كبيره. ايضا ضفت البسباس، حبه الحلاوه، السانوج، يعني واش عندكم في البيت واش تختاروا نتوما. ثم نضيف الفرينه كما راكم تلاحظوا تدريجيا، ملح بالملح، ديروا ملعقه صغيره ملح، ونخلط بالفوي. كي يبدا يتخلط او يتلم الخليط يتعجن، نستغنى عن الملعقه ونخدم بيدي يكون احسن باش نتحسوا العجين. لاحظوا معايا البنات، هنا راني نلم فيه فقط ونضيف الفرينه كما قلت لكم تدريجيا
حتى تتلم العجينه وتكون طريه وتتلاصق في اليد، ضروري انها تكون تتلاصق. كي نلحق لهذا القوام نحبس، يكفي خلاط مش راح نضيف الفرينه. نغطيها بكيس بلاستيكي كما راكم تشوفوا ونخليها تخمر من 20 دقيقه الى نصف ساعه. بعد ما خمرت وضاعف الحجم تاعها، نحي الكيس بلاستيكي كما راكم تلاحظوا. من الافضل تدهنوه بالزيت باش ما يلصقش فيه العجين. لاحظوا معايا. نرش البلان دو طرافاي تاعي بالفرينه ونفرغ الخليط او العجين تاعي، راهو خفيف ما شاء الله. ونبدا نقطع فيه او نقسم فيه على حساب الخبزات اللي حبيتهم كبار او صغار. اذا حبيتي الفطائر تاوعك خبزات كبار كبري القطع، اذا حبيتيهم صغار صغري القطع. انا درتهم كبار الله يبارك، حبه برك تشبع تكفي وتوفي. عفوا البنات، معذره على الصوت، راني مازالني مريضه من غريبيا، نتمنى تدعوا لي بالشفاء. لاحظوا معايا بعد ما قطعت القطع تاعي بهذه الطريقه نشكلهم كريات ونحطهم على سنيوه مدهونه بالفرينه او مرشوشه بالفرينه باش ما تلصقش العجينه بما انها طريه. لاحظوا معايا نكمل جميع العجينه اللي عندي، كامل العجينه اللي عندي بهذه الطريقه، ونغطي عليها بكيس بلاستيكي ونبدا مباشره نخدم فيها ونطيب. نبدا بالكريه الاولى اللي خدمناها البنات تكون ارتاحت، ونبدا نشكل فيها ونطيب مباشره. نكمل الحلال تاعي، نبدا نحل في الكريه الاولى بعد ما ارتاحت مليح. لاحظوا نشكلها على شكل بيضاوي ونفتحها، لازم تكون رقيقه ماشي رقيقه بزاف. ونبدا نحط في الحشو تاعي، نبدا في الصلصه بعد ما ميكسيتها وبردت. البنات كي زدت لها اضافه تاع الزيتون عطاتنا واحد الذوق البنات ولا اروع. نتمنى تجربوه راح تكتشفوا الذوق البنات. ضفت التكتوكه وضفت بطاطا فريت مقليه، ثم شويه صلصه الطماطم والفرماج او الجبن اللي عندك واللي تفضليه. تقدري حتى ديري 3 أو 4 انواع من الجبن يكون احسن. نبدا نغلق الاطراف كما راكي تشوفين، نليمهم للوسط ونضغط عليهم يلصقوا بكل سهوله مش راح تعبك. ونحطها على الطاجين مباشره. الطاجين راهو سخون ودهنته بالزيت، ونبدا نطيب في الفطائر تاوعي. ندير واحده اخرى باش تشوفوا طريقه سهله جدا وسريعه وبنينه يا البنات. الاهم انها بنينه وما تحكمش اليد، وكامل يحبوها. مغذيه غنيه بالخضروات، خاصه الاطفال كما قلت لكم اللي ما يحبوش الخضر نقدروا نكلحوا لهم بهذه الطريقه. وتقدري تحشيها بالفيونداجي والفرماج والفريت فقط، او ديري صوص بيشاميل وضيفي لها البطاطا والصلصه والفرماج، والله يجيك ولا اروع. يعني قلت لكم نوعوا في الحشو كما حبيتوا، واش عندكم في البيت ديروه. لاحظي معايا هنا راني بديت نطيب. ومن الاحسن البنات يكون كاش واحد يساعدكم، واحد يخدم واحد يطيب، خاصه على الحواف. انا كنت نخدم وحدي ونطيب وحدي، ما قدرتش نطيبهم مع الحواف، ما كفانيش الوقت، وكان الوقت راح الحال عليا. لاحظوا وكنت نخدم بهذه لا كونتيتي البنات، نخدم 3-4 دفعه واحده باش نطيبهم فرد مره. وايضا سخنت الفرن تاعي على 200 درجه مئويه، ودرت الخبزات على سنيوه الفرن ودخلتهم للفرن بعد ما دهنتهم من الفوق ورشيتهم بالزراره. خرجوا ما شاء الله. لاحظوا البنات ما تقويوش على الغاز او على الطابونه تاعكم، خليوها متوسطه باش يطيب كامل من الفوق ومن التحت من الداخل ويخرج حميمر ما شاء الله. لاحظوا معايا الوصفه سهله اقتصاديه وبنينه بزاف، وشكون اللي ما يحبش الفطائر البنات يحبوهم كبار وصغار. تقدري تحضريهم في شهر رمضان الكريم كوجبه كامله مع لي سوب، والله ولا اروع. غنيه بالخضروات، خاصه كي تزيدوا لهم البنات زرارع تنسموهم، والله يزيدوا لهم قيمه غذائيه. هنا راح نقسم لكم باش تشوفوا القوام من الداخل وتشوفوا الحشو ايضا.
يشهي ما شاء الله، بنين. والخبز تاعنا البنات راهو خفيف وهشوش وطري في نفس الوقت. لاحظوا معايا محشيه ما شاء الله، تستاهل التجربه. نتمنى تجربوها، اكيد راح تنال اعجابكم وتعتمدوها في شهر رمضان. بالنسبه لي طيبتهم في الفرن، لاحظوا جاو خفاف بزاف. واللي حاب يديرهم في الطاجين هاي لكم النتيجه، واللي حاب يديرهم في الفرن هاي لكم النتيجه. في زوج خرجوا بنان ما شاء الله. راح نقطع لكم تاع الفرن باش تشوفوها من الداخل. دائما البنات نقول لكم الجود بالموجود، واش عندكم في البيت احشيو به، خاصه انواع الاجبان البنات، الفرماج اللي عندكم، وتقدروا تديروا فقط النوع واحد، ما تكلفوش رواحكم. لاحظوا بسم الله ما شاء الله. اذا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم، بارطاج بين الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. ما تنسونيش بدعوه خير. والان ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.